ليش تطلع علي هيك؟ مش قادر ابعد عيني عنك. انا حاسك جزء من هالطبيعه الحلوه. أنا هيك بحس بالراحة بين أحضان الطبيعة. هذا هو العطاء بعينه. سهام اللي لازم يحس بالراحه اكثر هي الطبيعه اللي انت بين احضانها. بحب كلامك عن جد، بحسه طالع من قلبك. ويا ترى حاسه باللي مش قادر اعبر لك عنه؟ شايفته بعيونك. انت ماخذه من الطبيعه احلى ما فيها، من الورد نظارته، من النسمات رقتها، ومن الفراشات سرقتي احلى الالوان، لون الخدود واحلى لون للعيون. انت يا سهام اتفقتي انت الطبيعه علي، سرقتي عقلي وقلبي. أنيس، تعرفي شو بتمنى؟ شو؟ بتمنى ارد لك جزء من الهنا اللي انت معيشتيني فيه. مين قالك بس إني مش مالكة الدنيا كلها بوجودك جنبي؟ الله، انت فعلا مثل الطبيعه، ما بتاخذ من هالدنيا غير قطره مي حتى تعطي كل هالجمال والروعه. أنا مش قدك، أنت بتعرف تعبر عن اللي جواك بسهولة. انا لو بستعمل تعابير كل الكون ما بيجوا اشي قدام نظره من عيونك. أنيس خلص بكفي، هلأ بصدق. لازم تصدقي، معزتك عندي يا سهام بالدنيا كلها. أنت جنبي ورح تضل طول العمر جنبي. ما في قوة في العالم تقدر تبعدني عنك. لو بهمك رضاي بتروحي وبتيجي بنفس اليوم. لا حرام عليك. كثير طلاب بيعملوا هيك. بس ما بيتفوقوا مثلي، وقتهم بضيع بالمواصلات. يعني راح اضل هيك؟ ما راح اشوفك الا بالاجازات؟ عشان تشتاق لي. اكثر من هيك؟ هانت كلها سنتين وبخلص دراسة. هم السنتين قلال. إذا تعلمت سواقة ما بيضل في مشكلة، بابا بيشتري لي سيارة وكل يوم بروح فيها على الجامعة وبرجع. يا ريت. شو ما تطلعي على الساعة؟ معلش يا وسام، ما بقدر أتأخر أكتر من هيك. معلش عشان خاطري. لسه ما قعدنا. معلش يلا. ماشي. حاولت كتير يا أنيس بس ما قدرت، مستحيل أقدر. ما في ست بالدنيا بتتحمل اللي تحملته طول هالسنين اللي فاتت. وشو اللي غيرك؟ اكتشفت إنه ما في أمل. صعب تكون سيد نفسك. سهام أنا يا سهام كنت جاي ومتأكدة إنه ما في أمل. سهام لا تكبر الموضوع، حليم أخوي وما فيها إشي. ما تكمل اللي بدك تحكيه. أنا سمعته 100 مرة، صار لازم أنت تسمع. أنيس أنا مش راجعة، لما تنفذ اللي بدي إياه بتلاقيني جنبك. حبيبي أنا نفسي نعيش حياتنا من غير ما يكون أخوك وصي عليها.
لما نتجوز يا روحي راح تكوني أهم شيء في حياتي، حتى راح تكوني أهم من حياتي نفسها. تسلم لي يا حبيب قلبي. ساعتها ولا حد راح يقدر يحكي معك كلمة واحدة. انت الكل بالكل، المصنع وفلوسي وكل أمور حياتي تحت تصرفك. وامتى رح يصير الحلم هذا حقيقة؟ قريب، صدقيني قريب، بس عندي مشكلة صغيرة بدي أخلص منها عشان ما ينغص حياتي معك أي شيء. بتعرف إني بحسد حالي عليك يا حليم. بتمنى من كل قلبي لو إنك مش متجوز. بدي إياكي تنسي إني متجوز. أنا بديت حياتي يوم ما عرفتك. يسلموا ايديكي. وايديك. شو رايك اخذ اجازه من نقضي لنا كم يوم في العقبه؟ ما احنا ناقصنا مصاريف. ما بتكلف شيء، بنروح بنقعد في بيت اختي هناك. حبيبي احنا لازم نحوش لنا قرشين للزمن، ما بيصير هيك الطايح رايح. ما راح ارد عليكي، بس اخلص من موضوع اخوكي باخذ اجازه. هو صار اشي؟ طلب مهله يومين قبل ما اعرض عليه. كتير منيح. بس انحرجت لما شفت السيد عبد الكريم. وليش انحرجت؟ سالني عن الشغل واضطريت اكذب. ويمكن ما كذبت. ما تدافع عن اخوك يا ريج، انا متاكد من اللي بقوله. بلاش نحكي في هالموضوع، كتير بتزعل لما بتجيب سيرته. بزعل لما بتدافع عنه وانت اكثر وحده عانيتي منه. معك حق حبيبي، بس شو بقدر اعمل؟ عشان خاطري ما تضايق حالك. وين رايح؟ خير شو في؟ الحساب. حساب؟ سجل على الدفتر. سجل على الدفتر، خلص الدفتر. شو الزباين؟ بعدين معك يا أنيس، ما بدك تنتبه لشغلك؟ شو اللي انا غلطت فيه؟ شو اللي قايم فيه؟ ما بتعمل إشي إلا لما أطلب منك. أنت ما كنت هيك. انا عايش لحالي، واغلى اثنين على قلبي صار لهم اكثر من اسبوعين غايبين عني. وشو يعني؟ اعتبرهم في إجازة. وهالاجازه مش راح تنتهي إلا إذا انقطعت عني. قولها. مش هذا اللي متهيأ؟ المدة وأنا حاسس إنها بتكرهني، بدها تبعدك عني بأي وسيلة. ويا خسارة، الظاهر إنها بدت تنجح. شو هالحكي يا اخوي؟ لا، شو معناته اللي قاعد بشوفه منك؟ حليم يا اخوي، انا بين نارين وقاعد بحترق. انساها مؤقتا، هي مش رايحة تقدر على بعدك. انساها. انساها؟ طب وبنتي؟ حليم هذول عيني، واذا راحوا عني ببطل اشوف. الكلام العاطفي يا ما خرب بيوت، واكيد سهام عارفة دواك، بس انا مش ممكن امكنها منك لو بخسر كل اشي. انيس، بدي اياك تنتبه لشغلك منيح. انت مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة في هالمصنع، فاهم؟
بتعمل هون؟ بستناك. خير، شو بدك؟ أنا طولت بالي عليك كثير يا حليم. حلو. مين فينا المدير هون؟ أنا ولا أنت؟ عفوا، مش قصدي، بس أنت قلت يومين، واليومين صاروا أسبوعين. لإمتى راح أضل صابر؟ احنا ما بدنا نخلص من لعب الصغار هذا؟ أفهم من هيك إنك إني زهقت منك ومن وجودك في المصنع. اسمع اللي بدي أقوله مليح. إذا رجعت نبشت في هذا الموضوع راح تخسر شغلك هون، مفهوم؟ بتهددني؟ اللي تحملته منك كثير. خلصني عاد، وما تستغل النسب اللي بيني وبينك أكثر من هيك. هاي الحالة ما تركت لي أي خيار. اعمل اللي بدك إياه، وما تنسى إني حذرتك. يا صباح الخير. صباح الخير عم هلين. يعطيك العافية. الله يعافيك. أنا بقول ليش ما تشتغل عندي لحالي؟ عمك الله يرحمه كان مبسوط معنا، ماكل نايم شارب وراتب منيح. معلش يا عمي اعذرني، صدقني ما بقدر، لأنه في بين إيدي حدائق كثير. يا عمي أنا ما بقول لك هلا، براحتك، على أقل من مهلك. ما تزعل مني يا عمي، أنا ما بقدر أوعدك. مع إني محتاج لإنسان طيب مثلك يكون قريب منا. لا قول لي يا عادل، كيف مؤيد؟ مبسوط بشغله؟ مؤيد يا عمي قاعد من غير شغل. وبعدين مع الولد امتى بس بده يعقل؟ صباح الخير. صباح النور. خير، شو في؟ بقدر أخذ من وقتك 5 دقايق؟ تفضل. قبلك. لا انا قبلك. لا انا. لا انا قبلك. لا انا بدي افتح الباب. لا انا بدي افتح الباب. مالك انت وياها؟ افتحوا الباب. انا سبقتها. لا انا. ابعدي انت وياها. عجبك هيك؟ فوتوا. اهلا عمو. كيفك عمو؟ الحمد لله. وين امك؟ جوا، تفضل هلا بنادي لك اياها. ماما ماما. عمو انيس. طب اعملي لنا قهوه. حاضر. جيت والله جابك. شو الريحة هاي؟ طبخت
طبخت؟ مجدرة وراح توكل أصابعك وراها. فوت فوت. جيب لك صاحبك، تعال يلا. ايش هذا؟ مجدرة بس دير بالك توكل أصابعك وراها. شو اللي عامله هذا؟ زي ما قلنا لك مجدرة مجدرة. طب ليش لونها هيك؟ أنا داري لقيت شوية عدس في المطبخ، قلت أعمل لك إياها مفاجأة. بتعمل مجدرة بعدس مجروش. ومين اللي جرشه؟ ترى أنا لا قربت عليه ولا سبتها. بدوق لك ملعقة بجوز تعجبك. دوقها لحالك. أنا جاي ما أجيب سندويشة. طب اسمع، يعني ولو فيها غلبة عليك جيب سندويشتين. حاضر. شو اللي خبصها هيك؟ بعدين مين اللي جرشها؟ شغل كذب. هلو. اهلا اهلا سيد طاهر، كيف حالك؟ يا هلا. لا لا معقول انسى؟ يا سيدي لما يجي موعده روح اصرفه على طول. بعرف انك ما بتقبل تأجيل. يا رجل الشيك ضايل له اسبوعين، هذا شو راح تعمل لما يقرب موعده اكثر؟ لا لا ما في داعي تذكرني، مش راح انسى. مع السلامة. ادخل. اهلا يا عبد الكريم، اهلا وسهلا. تفضل تفضل. انا ما شفت واحد بزن على خراب بيته زيك. ما تزعل منه يا حليم، فايز بشوف شغل. ايوه مش معي، انا فوق الشبهات وانت عارف الحكي. وشو الغلط انه احنا ندقق الحسابات؟ انا موافق بس بشرط. شو هو؟ اذا طلع غلطان ما بيضل في المصنع ولا ثانية. لا هذا مش حكي يا حليم. أنا موافق. لهالدرجة متأكد من اللي بتقوله؟ طبعا، وبتحمل نتيجة كل كلمة بقولها. شايف يا عبد الكريم؟ شايف؟ اتهام واضح وصريح. كرم مني اني اكتفي بطرده من المصنع. فايز بيستاهل اني اقاضيه. سمعة الناس مش لعبة يا حليم. النظام بيمشي على الجميع. النظام مش الاتهام يا عبد الكريم. وفايز ما اتهمني قدامك وبس، لا اتهمني قدام كل العمال اللي في المصنع. انا استحملته كثير. اذا بدكم تدققوا الحسابات انا ما عندي مانع، بس بالشرط اللي قلته. واذا تراجعت يا عبد الكريم انا مضطر ارفع دعوة على فايز واطلبك انت وكل اللي اتهمني قدامهم للشهادة. تزودت كثير يا فايز وانا ما راح ارحمك. شو رايك؟ أنا ما تعودت أقول كلام وما أكون قده. بعد اذنك يا عبد الكريم بدي اطلب مكتب التدقيق. ما عندي مانع، تفضل. حليم بحبك وبخاف عليك من الهوى الطاير. ساعات بتمنى يهتم في ولاده مثل ما بيهتم فيك. حليم مطمن على اولاده لانك جنبه. بتشكي منه وبتدافع عنه بنفس الوقت. انا ما بشكي، انا بطلب رايك. شو اعمل؟ اللي حكيته إلي احكي لحليم، اخوك قلبه كبير. حكيت له اكثر من مره بس ما في فايده. على العموم هاي حياتك، حاول تحافظ عليها ومن غير ما تزعل حدا. انا قصدت من هالزياره انك انا عارفه شو بدك. انا تصرفت ومن غير ما تقول. انت حكيتي مع سهام؟ اكثر من مره بس للاسف ما قدرت اقنعها، ومعها حق.
أنا لو كنت مكانها ما بتحمل اللي عم بصير. وقبل ما يفهم حليم هالحكي أنت لازم تعرف كيف تحمي بيتك منه. ماما احكي معها مرة تانية. طيب عن إذنكم. وين عمو بكير؟ معلش عمو، لأني ما حكيت لأبوك، ما بدي أتأخر على المصنع، خاطركم. الله معك، مع السلامة. اسم الله عليك. شو بايش سارح؟ السيد عبد الكريم. ماله؟ زي ما يكون خايف. خايف؟ من ايش؟ تصور انه طلب مني اعيش مكان عمي الله يرحمه. بده واحد يكون قريب منه، حدا يطمن له ويثق فيه. ليش رفضت؟ كل املي اني اتقدم خطوه ورا خطوه، مش ارجع لورا. هاي انا لو برضى يشغلني عنده في المصنع بضل جنبه وجنب عيلته العمر كله. بده حدا يطمن له. وليش ما يطمن لي؟ ما انا شو ناقصني؟ قول شو اللي مش ناقصك، قول. ولا اقول لك تصبح على خير، بدي انام. بدل ما تضيع وقتك وتروح تنام، روح نام. ما تتعب حالك بالتفكير يا فايز، عشان خاطري. قلبي مش مطمن لاخوك. ما كان لازم تعديه. غصب عني، ما كان قدامي حل ثاني. أنا خايفة عليك. حليم ظالم وأنت مش قده. لا، أنا قده ونص. وبكرة بتشوفي. انت بدك تضيع جوز اختك؟ هو اللي ضيع حاله. صدقيني يا دنيا، أنا ما بتمنى له الأذى، بس الله يسامحه، الله يسامحه. لا يا حليم، لا. إيش اللي لا؟ أنا بعد اليوم مش راح أسكت. مش راح تسكت على إيش؟ يا حليم يا أخوي، أريج أختنا، وإذا انطرد جوزها من المصنع هي اللي رايحة تجوع. وإذا طلعت أنا الغلطان بتحمل النتيجة. بس ما كان لازم تكبر بينكم. هو اللي كبرها. صدقيني يا دنيا، أنا ما بحتك فيه أبدا. ولأمتى يا حليم؟ لأمتى؟ أريج أختك وأنت اللي ربيتها. بدك إياني أنسى اللي عملته في؟ زعلتني عشان واحد غريب واتجوزته. مستحيل أنسى، مستحيل. عمرك ما كنت قاسي لهالدرجة. شو صار لك؟ ليش مش قادر تنسى؟ بترجاك يا دنيا، انت عارفة قديش بتضايق من هالموضوع. أنيس، اليوم ما تركته مرته وهو زي المجنون. خليهم يعيشوا حياتهم يا حليم، من حقهم. يعيشوا حياتهم؟ يعني ما بيعيشوا حياتهم إلا إذا انقطعت عن أخوي؟ لا بس أنا بترجاك يا دنيا لا تزعليني.
ما تجبريني اقول كلام يضايقك. انت غالية علي، بس يا ريت يا ريت ما تتدخلي في هالموضوع. الو، اهلين. ايوه هذا مكتبه، بس هو مش موجود. شو بتحكي؟ طيب اكسر الباب، عيلته جوا. شو اللي ما عنده عيله؟ شو اللي انت متاكد؟ انت مين بدك بالضبط؟ ايوه انا بحكي عن نفس الشخص. انا نسيبه وبعرف عيلته كويس. شو اللي بتقوله؟ اشتراها؟ طب شو عنوانها؟ ايوه عرفتها. اي طابق؟ طب رقم الشقة؟ ماشي انا بتصرف. ماشي. شو في؟ وين حليم؟ في المصنع. ليش؟ في دخان بيطلع من شقته اللي اشتراها جديدة من شهرين، وبكل عين قوية بيطلب محاسبين. خبره خليه يحك شقته قبل ما تولع. خبره. عيني بترف يا حبة عيني ياللي سرقت النوم من عيني. عيني بترف يا حبة عيني ياللي جبت اللي بقى؟ طبعا جبت. تفضل عد. فيش داعي. تبعدك والله تبعدك كان على كيف حالك؟ بس هدول 90 يا صاحبي. 90. أنا حبيبي أكثر من هيك ما بدفع بالساعة. عاجبك مش عاجبك بلاش. ليش عصبت؟ الدنيا أخذ وعطا يا صاحبي. على كل حال حلال عليك. يا ريتها ألف مبروك. يا سيدي تفضل، خليني أنفذ بجدي قبل ما تغيروا الرأي. الله بقى. السلام. مسكين بحزن. هات اعطينا نصيبه قبل ما نكشف المقلب. حاضر يا حبيبي. غير ظرف الشاب الحلو. تركنا عشان اراد. قوم. صدقت يا سيد حليم، بيتك ما في شيء. الدخل طالع من الشقة الثانية. مرة ثانية تتأكد قبل ما تقلب الدنيا وتتصل بالمصنع. أنا آسف. روح شوف شغلك وبتتأكد. مفهوم؟ مفهوم. قلبي وقع بصراحة، كثير خفت. أنا ما اشتريتها بالساهل. وإمتى اشتريتها؟ ليش بتسأل؟ حاب أعرف. غلط؟ لا مش غلط، إلا إذا كنت خايف على فلوسك اللي معي. لا أنا مش خايف. أنا عمر المصاري ما أثرت علي، خصوصا معك أنت.
انت عارف ومتأكد انه ما بيضيع لك عندي اشي، بس الشقة هاي لقطة، صاحبها كان معذور بقرشين. ليش ما خبرتني عنها؟ كنت ناوي اخبرك بس بعد ما تتجوز ختام، مش هيك؟ مش شغلك. معك حق، مش شغلي. انا عمري ما اتدخلت بحياتك، بس بتمنى يا اخوي انك تحس معي. سهام زوجتي وقريب بنتي. اوعى تفكر اني مش متضايق عشانك. وشو الفايدة؟ بصراحة أنا ما بدي إياك تزعل مني. حليم، بدي تعذرني إذا شفتني واقف معها. كيف يعني توقف معها؟ يعني توقف معاها ضدي؟ لا يا أخوي، بس ما بدي أخسر حياتي. يا خسارة، هذا اللي كنت خايف منه. يا أخوي أنا اسكت اسكت، مش طايق أسمع صوتك. آخر إشي كنت أتوقعه منك إنك تحكي معي بهالطريقة. ليش يا أنيس؟ ليش؟ أنا أخوك، أخوك اللي عمره ما فرقك عن أولاده. أنا كنت عارف إنه تأثيرها كبير عليك، بس كنت أكابر وأقول لا. أنيس أخوي، السندي اللي بعمره ما رايح يخذلني. يا أخوي أنا تغيرت بسبب هالشقة، مش هيك؟ لا أبدا، أنت فهمتني غلط يا أخوي. أنا بحياتي ما كنت أتوقع إنك تلوي ذراعي. ليش بتقول هالحكي؟ أنا ألوي ذراعك يا أخوي؟ روح قل لدنيا وخبرها عن علاقتي بختام كمان، وروح قل لمرتك إنك مستعد تزعلني عشانها. ليش أنت هيك يا حليم؟ مرات بحس إنك بتستغبيني. أستغبيك؟ هذه لهجة جديدة يا أنيس. هاي الساعة تقليد، في عندي مثلها ب10 دنانير، تشتري؟ متأكد؟ طبعا متأكد. شكرا لك يا سيدي، حياك الله. شو اسوي؟ والنبي خلينا نشوفك، والنبي تسأل وتجينا، ده احنا ما ننساش معروفك، لو تعمل معروف فينا، ده احنا ما ننساش معروفك، لو تعمل معروف فينا وتحول من نواحينا، والنبي خلينا نشوفك. مساء الخير. اهلا، مساء النور. مالك؟ التدقيق خلص؟ لسه. طب ليش زعلان؟ معاش اللي يضحك على مؤيد ويخمه بساعة. على كل حال حقك وصلك على داير مليم. برضه على كل حال واحد بواحد، وما حدش فينا كسب. بس احنا ممكن نكسب إذا اتفقنا مع بعض. نتفق على شو؟ نبيع ساعات بنفس الطريقة. الشقة شفتها بعيني، شفته وهو طالع منها. وشو يعني؟ يمكن مستأجرها. سألت البواب. الله يهنيه، انت ليش زعلان؟ أنا مش زعلان، بس الشقة هاي لازم تكون دليل على كل اللي بحكي عنه. ابدا، الحسابات هي الدليل الوحيد. على الأقل قدامك أنت. أريج، ما بدي إياك تزعلي مني لما عمري ما تمنيت يصير هيك بينكم، ويا ريت في ايدي اعمل اشي. أخوك هو اللي فرض علي هالموقف. انا بيهمني اشي واحد يا فايز، الحق. انا ضد الظلم حتى لو كان من اخوي. لعبتوا مع بعض وضيعتوا وقتكم على الفاضي. اللعبة حلوة، نتسلى وبنبل الريق. يعني اتفقتوا على الشر. شر؟ شر ايش يا ابن الحلال؟ شر ايش؟ انت ليش ما تسميها شركة؟ بعدين تعال هون، انت ليش ضد على طول الخط؟ نعم، اسميها شركة؟ بعدين احنا ما بنخدع غير الطماعين، يعني اللي بيستاهلوا اكثر من هيك كمان. اقول لك غير لي هالموضوع، غير.
وشو بدك اياني احكي يا مثقف؟ صحيح، انتوا كيف اكتشفتوا انه الشاي بيروق الدماغ؟ انا متاكد انه مش راح يجيب سيره لدنيا. انا مطمن من هالناحيه. وخليها تعرف شو يعني، من حقك تتجوز ومن حقك يكون لي بيت مثلها. المهم في الموضوع اني اطمنت على البيت. خفت على البيت لأنه جزء من مهري؟ طبعا انا مش مصدق امتى نعيش فيه. أنت اللي متأخر، أنا من ناحيتي جاهزة وبحلم باليوم اللي بيجمعنا تحت سقف واحد. شو عم بتفكر يا عبد الكريم؟ بوقها؟ مش وقام اللي شغلاني. ولا إيش؟ فايز مستحيل يتهم حليم إلا إذا كان متأكد. بعدك بتفكر بهالموضوع؟ والغريب إنه حليم له خايف وله قلقان وواثق من نفسه. وبعدين يا عبد الكريم، احنا ما بدنا نخلص من هالقصة عاد. بكرة يا كريمة، بكرة. تقرير لجنة المحاسبة سليم وما في شيء. ولا ايش كنت متوقع يا سيد عبد الكريم؟ الامانه هي راس مالي في الحياه واهم شيء عندي. لا، في اشي غلط، في اشي غلط. اهدى يا فايز. كيف اهدى؟ كيف؟ فايز سيد عبد الكريم، فايز ما بينفعنا ومستحيل يضل معنا في المصنع. ايش اللي بتعمله؟ وين الاوراق؟ اطلع من مكتبي، اطلع من المصنع كله. وين الاوراق؟ ابعد ايدك. اي اوراق اللي بتحكي عنها؟ الاتفاقيات اللي كان يقوم فيها، انا متاكد انه كان يعمل فيها اوراق. عمري ما سلمت بضاعه الا بامر خط من الاداره. معذور، موقفك صعب. على العموم بتنحل يا فايز. اهدى يا فايز. لا يا عبد الكريم، لا، أنا مستحيل أتراجع عن اللي اتفقنا عليه. فايز اتهمني، جرحني، وبستاهل أقاضيه. أصلاً أنا مستحيل أضل عندك في المصنع، ومستحيل أسكت يا حليم، مستحيل. أعلى ما في خيلك اركبه. ما أوقحه، انكشف علني ولسه بيحكي. أنا ما شفت إنسان مثله. أنا كان ممكن أسامحه عشان أختي على الأقل، بس لو ما طول لسانه. فايز؟ شو مالك يا فايز؟ أخوك اللي كسب يا ريج، أخوك اللي كسب. شو يعني؟ مش على كيفه تترك شغلك. أنا مستعدة أروح له هلا. لا، أنا المستحيل أرجع للشغل قبل ما أثبت إنه حرامي. أنا ما كذبت. بعرف حبيبي بعرف، أرجوك هدي أعصابك، اهدى. كيف قدر يخفي الأوراق؟ كيف بيقدر يغير الحسابات بهالسرعة؟ بس لا، أخوك ضحك علي، طلب مهلي يومين وأنا ببساطة تركته أسبوعين، وتعديل الحسابات مش محتاج كل هالمدة. بس أخوك استغلني وعرف كيف يضحك علي. بس أنا لحمي مر، ويا ويله مني، يا ويله. فايز، يا فايز استنى شوي. فايز استنى، فايز.
فايز ما رح يقبل يضل في المصنع. وكيف بده يعيش؟ يا ستي أنا بدبره. يعني أنت مقتنع إنه حليم غلطان؟ لا طبعا، الحسابات كلها مزبوطة وما في ضده أي شيء. ولا شو قصدك؟ فايز قبل التحدي لأنه قلبه على المصنع، لأنه ضميره حي. يمكن يكون غلط، لكن غلطته مشروعة ومش لازم نحمله نتيجتها. أنا بفكر أشغله بشغلة أحسن من اللي كان فيها وأعطيه مكافأة كبيرة. ما تكذب على حالك، أنت نفسك مش مرتاح لحليم بس مش قادر تعمل له إشي. يا ريت يا كريمة يرضى يبيعني نصيبه في المصنع، يا ريت. اهلا فايز، منيح اللي رجعت. على فكره ما كان لازم تتهور وما كان لازم تعصب هيك. حليم خبي الأوراق عندك هون. وراق ايش اللي بتحكي عنها؟ أنت عارف وفاهم عن إيش بحكي. انت عارف انه ممكن يحرقهم لو كانوا موجودات فعلا. لا، ما بيحرقهم. تعرف ليش؟ لأنه راح يستمر بالنصب والسرقة. فايز، ما تشغل نفسك بامور ما منها فايده. ولا بيش أشغل حالي؟ أضل أصبر على خيبة أملي وأدور على شغل زي ما بتعمل أنت؟ خلينا في موضوعك هسه. أصلا ما جيت حتى نحكي، جيت حتى تعطيني الأوراق. تفضل، هاي المكتب قدامك، فتش على كيفك. بفتش. مرحبا، كيفك عمتي؟ نغومة ماما حبيبي، كيفك نغومة؟ هوشي. أريج؟ قلت لك أنا خدي كلوا موسي. هنيني أريج. يلا. هنيني حبيبتي تفضلي. يا زال حلو هذا يا أختي. يا أختي أنا. فايز، اللي صار وكان لازم تتوقعه. بعدين انا مش ضدك. أنت مش ضد حد. لا، احيانا بكون ضد حالي. وهون المصيبة. اسمعني منيح، اللي صار. السيد عبد الكريم ما راح يستغني عنك بهالسهولة حتى لو ضغط عليه حليم. عشان هيك روح له على البيت وفهمه انه انت كل اللي عملته كان لصالح المصنع، وانك مستعد لاي عقاب الا انك تخسر شغلك. أنيس، أصلا أنا ما راح أضل في المصنع حتى أثبت إنه أخوك حرامي. فايز، ما بسمح لك تحكي على أخوي هيك. حرامي و60 حرامي. مش عارفة شو بدي أقول لك يا أريج. شو بتقدري تقولي؟ صحيح حليم مش راضي عن زواجكم، بس هذا مستحيل يخليه يظلم. كان ممكن يحلوها مع بعض، ليش يخلوها تكبر؟ أبوكي صعب التفاهم معه. انتوا ما بتعرفوا كيف صارت المشكلة لأنه ما بيحكي لكم. بس فايز بيحكي لي كل إشي. كان قلبي حاسس إنها رح توقع على راسي. أريج، بدي أسألك، لو اللي صار العكس شو بيكون موقفك؟ الغريبة إنك تسأليني هذا السؤال يا دنيا. حليم أخوي. ماما قصدها لو بابا لا سمح الله طلع زي ما بقول عمو فايز. عرفت قصد أمك يا رغدة، عرفته. وأنا كان جوابي واضح، حليم أخوي، وأي عين من عيوني بتنضرب لازم توجع. بس الحق حق،
كل واحد فيهم مقتنع انه هو اللي على حق. بس لا تنسي شغله مهمه يا قريش، فايز حاول يثبت انه حليم حرامي. انت ما بتعرفي حليم مثل ما انا بعرفه، وما بدي اياكي تعرفيه. انا ما بدي غير الحقيقه، وانت بس اللي بتقدري تساعديني حتى نقدر نوصل لها. انا تحت امرك. كيف؟ شو قصدك يا عمتي؟ ندور على الأوراق هون. ماشي، انا رح اوافقك بس علشان اريحك. يمكن تتاكدي بعد هيك انه حليم مش مثل الصوره اللي بذهنك. وإذا لقينا الأوراق بنحلها من غير ما نفضح حدا. بابا شريك في المصنع، في حدا بالدنيا بيسرق حاله؟ بابا مش هيك، بابا مش هيك. صدقيني يا رغدة، أنا ما بدي الأذى لأي واحد فيهم، صدقيني. يلا ندور سوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ كيف حالك يا فايز؟ الحمد لله. تفضل يا ابني، تفضل. تفضل. ما ضل غير هون، مش معقول يخبي اشي بالخزانه بدون ما انتبه. ماما، أجوا إخواني. لا تخلي حدا فيهم يفوت هون، غديهم وخليهم يدرسوا. يلا. ماشي. أنا كنت أشوف بيده أوراق بس ما كان يخليني أطلع عليها. أنا ما شكيت فيه إلا لما حسيت إنه تصرفاته غريبة. بعدين أمهلته حتى إنه يحسن وضعه ويرتدع. واللي بعد هيك أنت بتعرفه. آخ يا فايز، بس أنا ما كنت حابب خلافاتكم العائلية تأثر على الشغل. تفضل. شكرا. عبد الكريم، عبد الكريم. الدواء، الدواء في الشنطة. سلامتك سلامتك. أنا آسف. أنا ما بحب أروح المصنع حتى ما يتعب. ما بدي شغل المصنع يلحقوا لهون كمان. معك حق. ما تزعل مني، شفته بعينك كيف تعب. أنا مقدر موقفك. أنت ما يهمك يا فايز، أنا راح أعطيك مكافأة ترضيك، وخلال أسبوع بس راح أشوف لك شغل أحسن. لا، وبترجاك تفهمني. أنا راح أعتبر حالي في إجازة لحد ما أوصل للحقيقة. ما تقعدي عاد، خيلتيني. الحق علي اللي ساعدتك. مالك كريم؟ ليش ما بتاكلي؟ زعلانة، مس خلود بتحبنا أكتر مني. مس خلود ما ححب، منى بتنحب. انت بتعرف منى يا فهيم؟ طلبت من اختك تعرفني عليها 1000 مرة، كيف ما بعرفها؟ انت بتحكي حكي هبل. صح؟ صح. ما في حد حاسس فيي، أنا بحب مس خلود، ما بدي اياها تحب حد غيري. حقك يا اختي، حقك. طب بس بلا هبل انت وياها، خلصوا غداكم وعدروسكم يلا. رغدة، شو اللي بصير جوا؟ ما بعرف. وليش ما بدهم نقرب منهم؟ أسرار. ممنوع الاقتراب أو التصوير. وين الشطة؟ خلصت، ما ضل. اعملي لي شاي. تكرم. عميني الشاي اليوم؟ علي أنا. لا، أنت اليوم انجلي عليكي. يا حبيبتي الله يخليكي، اجلي عني اليوم، ويا رب تصير مس خلود تحبك أكثر من منى. يا رب. ضحكت عليها بدعوة. أنا برأيي لو ترفع عليها دعوة بالمحكمة أحسن لها. شو الدعوة يا رجل؟ معقول توصل لهالدرجة؟ أنا شبعت. وأنا كمان.
لا تضلك تقلديني بكل إشي. ما في إشي. مش عارفة ليش حاسة إنه اللي بنعمله مش أكتر من فشة خلق. معك حق. إحنا بنفترض وجود وراء، يعني مجرد افتراض. بس فايز هيك بيحكي. الله يكون بعونه. جوزك مثل الغريق اللي متعلق بقشة. على العموم ولا يهمك يا حبيبتي، أنا رح أقنع حليم يحل المشكلة ومن غير ما نحتاج لوراء. ما تتعبي حالك، خليها على الله. والنعم بالله. تعبتك معي. لا تقولي هيك، أنا مقدرة اللي أنتوا فيه، وإن شاء الله يا رب أقدر أعمل إشي. تعرف انها شغله موفيه؟ يعني اذا ببيع لي 20 ساعه بالشهر بكسب مبلغ محترم، مش اقل من 700 دينار. شو رايك تشتغل معي؟ اذا بتوافق بحلق لشريكي من بكره. ايه اعطيني ساعه من وقتك. اصلي ولا تقليد؟ حلوه حلوه. هيك بحبه. شو هو؟ الشاي. ايوه هيك صار تعجبني. شو بشوفك صاير تحكي حكي ولاد السوق. طب سوق وبلاش حكي فاضي. الحكي الفاضي بين ايديك، تعب حالك ومضوع وقتك بين الدراسة وبين الشغل. أنا مش عارف الشهادات شو بدها تعمل لك في هيك زمن. أهم حلم في حياتي الدراسة يا مؤيد. كلها سنة غير اللي احنا فيها وبدخل في الماجستير. كمان بالمراسلة؟ شو طالع بإيدي؟ إذا بدي أتفرغ للدراسة مين بده يصرف علي؟ أنت؟ طبعا لا، أنا مش ممكن أساهم في تضييع وقتك. بعدين أنا لو كنت مقتنع باللي أنت بتساويه كان عملت مثلك. قلبت البيت كله وكانت خايفة يرجع حليم وهي بتفتش لك على الوراق. فايز أرجوك أرجوك ما تخوفني عليك، الزعل بيقتل. الأوراق موجودة، أنا متأكد إنها موجودة. يا حبيبي ما في وراق، في بيته ما في، وفي المصنع مش معقول يخليهم. بعدين أنت بتحكي إنك دورت بنفسك، صح؟ فايز أرجوك ما تتعب حالك على الفاضي، فكر كيف تضل في شغلك وبعد هيك دور على الحقيقة مثل ما بدك. الموت أرحم من سكوتي يا ريتش. أريج، أنا مش راح أفكر بأي شيء غير بالدليل اللي راح يوقعه ويظهره على حقيقته. شو اللي صاير بينك وبين فايز؟ اللي صار ما عاد سر، بعدين الأولاد قالوا لي إنه عمتهم كانت هون. من إمتى زيارتها إلنا كانت سر يعني؟ يا دنيا فايز ما ترك لي أي خيار، بيتهمني بالسرقة وأنا مديره وصاحب المصنع كمان. صدقيني إنه ما كان قدامي أي حل تاني. طب شو بده يصير فيهم هلأ؟ أريج أختك هي اللي اختارت، وبترجاك يا دنيا ما تذكريني بالماضي. اللي مسامح كريم يا حليم، أنت عمرك ما كنت قاسي هيك. أريج مش أختك وبس، أريج بنتك وأنت اللي ربيتها، ولا نسيت؟ ما هذا اللي معذبني. زعلتني عشانه واتجوزته. ما صدقتني لما قلت لها فايز مش من توبنا، وهي الأيام أثبتت إني على حق. ولا إمتى؟ انسي، ما تشغلي بالك في هالموضوع، بكفيك اللي انت فيه. اللي أنا فيه؟ أيوة، تارك مسؤولية البيت والأولاد عليكي، أي قليلة هاي. حليم بتزعلني لما تضلك تقول هيك، وبتزعلني أكتر لما تغرق في شغلك. أولادك محتاجين لك، أعطيهم شوي من وقتك بس. بعرف، بس شو بقدر أعمل؟ لازم أتعب شوي حتى أقدر أسدد ديوني.